بسم الله الرحمن الرحيم. المواصلات هتبقى زحمة، المدارس هتكون زحمة، هو ده المقصود بالإيه؟ بالضغط على الخدمات. طب ما المدارس زحمة حقيقي. ما هو المدارس زحمة، ما هو عشان إحنا عندنا نمو سريع في السكان فعلًا، بس هنشوف الدولة بتعمل إيه عشان تحل المشكلة دي. هو فعلًا إحنا عندنا يبقى النتيجة المترتبة على زيادة السكان هو إن المدارس زحمة، المستشفى زحمة، المواصلات زحمة، ما هو كل ده نتيجة النمو السريع للسكان، عدد السكان تضاعف بشكل كبير في فترة زمنية ولم يصاحب الزيادة إنك أنت تحسين في الخدمات، فعشان كده بنقول هو دي النتيجة. طيب هنا بنقول إن السكان بيتوزعوا في الوطن العربي. طيب نسبة السكان اللي عايشين في الجناح الأفريقي يا آدم كام في المِيّة؟ سكان الوطن العربي اللي متركزين في الجناح الأفريقي كام في المِيّة؟ 61. أيوه، وفي الجناح الآسيوي يا حمزة؟ 39. 39%. طيب قُلت ليه السكان بتختلف توزيعها وده إيه الدليل وده لمّا يقول لك برهن أو دلِّل. يختلف توزيع السكان في الوطن العربي، هتقول له إيه الدليل إن 61% عايشين في الجناح الأفريقي و39% عايشين في الجناح الآسيوي، وده ممكن يرجع لسبب إيه بقى؟ ممكن ليه تلتين السكان بتوع الوطن العربي عايشين في الجناح الأفريقي والتلت كده تقريبًا عايش في الجناح الآسيوي، تفتكروا إيه السبب؟ فكروا كده معايا بقى. ها؟ ولا بقى أنا قُل. زيادة المساحة. برافو عليك يا مازن، إحنا عارفين إن الجزء الأفريقي الجناح الأفريقي بيمثل نسبة كبيرة من مساحة الوطن العربي، فشيء طبيعي إنه هيبقى فيه نسبة كبيرة من السكان، يبقى برافو عليك يا مازن، برافو أحسنت. وأنا ما حضرتش الدرس بس بس أنت عرفتها. بتفكّر، أنت برافو عليك بتفكّر، وده اللي أنا عايزاك تعمله. تعالوا بقى نشوف السكان متركّزة فين في الوطن العربي، أنا قُلت الإنسان عادةً يحب إيه لازم عشان يقدر يعيش في المكان؟ حاجة مهمة المية. جدًا، إيه هي؟ ها؟ المية. المَيّة العذبة، المَيّة العذبة، مكان ما فيه مَيّة الإنسان يتواجد، ما فيش مَيّة بينفُر من مكانه ما يعيشش فيه، فشيء طبيعي المَيّة مضمونة فين طول السنة وموجودة، فين طول السنة المَيّة موجودة فين؟ ها؟ فين يا آدم؟ آدم، المَيّة موجودة طول السنة فين؟ عند الأنهار، برافو عليك، فهنلاقي إن الكثافة مرتفعة جدًا عند الأنهار، زي فين وفين يا حمزة؟ فين وفين بقى الكثافة مرتفعة يا حمزة؟ في وادي النيل ودجلة والفرات. برافو عليك، في منطقة وادي النيل في مصر والسودان ودجلة والفرات في العراق، وادي الدليل أهو، ونهر حاطط لك النيل. ما هو نهر النيل الدليل أهو، حوالين نهر النيل كثافة مرتفعة وفي السودان في كثافة مرتفعة، في العراق وفي حوالين دجلة والفرات في كثافة مرتفعة، لأن هنا كمان في ميزة إن في كمان تربة خصبة، تربة إيه؟ خصبة. طيب المكان بقى اللي ممكن المَيّة متوفرة بس مش مضمونة أوي، قُلنا فين؟ مناطق إيه؟ عارف يا مازن؟ مازن، منطقة فيها الجبال يا مس. لأ، منطقة لأ، ركّز معايا، منطقة فيها الصحراء. مَيّة لأ، قُلت مناطق إيه فيها يا مية يا ولا ما فيهاش؟ يا لانا، افتحي المايك يا لانا، مناطق إيه اللي فيه سكان؟ طب قُل يا مازن. مناطق هي فيها مَيّة، والدلتا. لأ، في دلتا مَيّة النيل. بس مش مضمونة طول السنة أو مش موجودة طول السنة. مناطق إيه يا حمزة؟ مناطق إيه يا جماعة؟ المطر، مش المطر ليه موسم معيّن؟ أيوه. فمش موجود طول السنة المطر، فبلاد المغرب بتعتمد على المطر الشتوي هي وبلاد الشام واليمن ومناطق في جنوب السودان بتعتمد على المطر والجزائر. الصيفي، ما الجزائر وتونس ده كله مطر شتوي، يبقى مناطق المطر فيها مَيّة بس مش طول السنة، هي بتمطر في الشتا هم بيخزنوا مَيّة على فكرة، بيتخزن في آبار، وعندنا شمال مصر ساحل مريوط، شمال سينا، كل ده بيخزن مَيّة المطر الشتوي، يبقى إذًا في المناطق دي بقى الكثافة بتقل شوية. بس في مَيّة فيعيش إنسان برضه. المناطق بقى اللي نادرة المطر اللي هي فين بقى؟ اللي زي نادر ليبيا. بقى، زي الصحرا بقى،
اللي هي بتمثل مساحة كبيرة من الوطن العربي، دي هتلاقي فيها كثافة ضعيفة جدًا، لأن ما بيجوش إلا بعض الناس اللي في المناطق اللي فيها مَيّة جوفية وآبار وعيون زي الواحات، فهتلاقي الكثافة فيهم إيه، منخفضة. يبقى كده عرفنا الفرق بين المناطق اللي فيها مَيّة مضمونة طول السنة، الأودية حوالين الأنهار، التربة الخصبة زي مصر والعراق دي السكان كتير جدًا. مناطق المطر عشان في أمطار وجو معتدل. الإنسان برضه ممكن يعيش على الجبل إذا كان في ميزة، اللي هي إيه مثلًا، إيه الميزة اللي في الجبل ممكن تخلّي الإنسان يعيش في الجبل؟ التلج. لأ، مش التلج لأ، في ميزة تانية. ها؟ الكهوف يعني، وإنهم بيعيشوا في الكهوف. لأ، هو إحنا عايشين في العصر الحجري يا مازن؟ إحنا بنقول يا جماعة إن الجو يبقى معتدل على الجبل، زي الجبال بتاع اليمن. في تربة خصبة وفي مطر وجو معتدل، فالإنسان يعيش. في لبنان الجو معتدل، فعشان كده وفي مطر، فالإنسان بيعيش على الجبال. يبقى عندنا نموذجين في سكان في بعض المناطق المرتفعة زي جبال لبنان وجبال اليمن. ليه يا لنا؟ عشان إيه متوفر لنا؟ قول يا آدم. مس عيدي السؤال تاني. باقول لك ليه الجبال ممكن يتواجد فيها سكان؟ ليه؟ عشان في عشان إيه؟ مياه جوفية. لأ، هو الجبل فيه مَيّة جوفية برضه؟ المَيّة الجوفية أنت بتحفر في باطن الأرض، فلازم تبقى في منخفضات في الصحرا. ها يا آدم، إيه اللي موجود ومتوفر في اليمن ولبنان يا آدم أنت وحمزة؟ حمزة، نعم. الجبال بتاع اليمن ولبنان متوفر فيها إيه عشان كده الإنسان بيعيش؟ مناخ معتدل وأمطار. مناخ معتدل. أيوه، وأمطار، المطر بُص، جو معتدل من غير مطر الإنسان مش هيعيش. أمطار. لأ، الإنسان ما بيعيش في المناطق اللي ما فيهاش مطر، أنا قُلت لك المَيّة ده عنصر أساسي. كمان ممكن الإنسان يعيش في الصحرا، بس هيدوّر على إيه في الصحرا بقى؟ في الصحرا هيدوّر على إيه يا جماعة؟ ممكن في صحرا دور على مياه جوفية. أيوه، أو إيه تاني؟ إيه اللي ممكن يخلّيه يتحمّل عدم وجود مَيّة ويجيب مَيّة فرص غالية عمل. معدنية؟ إن يكون إيه، فرص في إيه عمل. موجود؟ أمطار. يا حبيبي، ها يا حمزة، فرص عمل. فرص عمل في البحث عن المعادن والبترول. الناس اللي عايشة في السعودية والمناطق دي عشان البترول بيتحمّلوا وبيشتروا مَيّة معدنية بيكلّفوا كتير عشان هيستخرجوا بترول يجيب لهم دخل كبير. يبقى ممكن الصحرا النادرة المطر الإنسان يتحمّل ويعيش فيها عشان يكون متوفّر فيها إيه، معادن أو مصادر طاقة. بس عامةً يعني الإنسان بيهرب من الصحرا لإن ما فيهاش مَيّة وجوّها صعب جدًا، إنه في الصيف حَر جدًا وفي الشتا برد جدًا، وعشان كده بنقول الإنسان بيقل السكان في المناطق الصحراوية بسبب ندرة المياه والظروف المناخية وقلة الموارد والخدمات. عندنا نموذجين للصحرا، قُلت فين وفين؟ عندنا نوعين من الصحرا، صحراء إيه في الجناح الأفريقي؟ ها يا الصحراء آدم؟ الكبرى. صح، وصحراء إيه يا آدم في الجناح الآسيوي؟ أفريقيا الشمالية. صحراء سؤال تاني. باقول صحراء إيه في الجناح الآسيوي ما فيهاش سكان نادرة السكان؟ حمزة، نعم. صحراء إيه في الجناح الآسيوي؟ مكتوبة أهي قدّامكم في الخريطة أهي. مس أنا مش شايف حاجة. الشير حاجة جاية. الشير مفتوح والّا لأ يا شباب؟ لا يا مس. لا. افتحه. ها يا حمزة، صحراء إيه في الجناح الآسيوي؟ في الجناح الآسيوي. أهي هافتح لكم الشير تاني، وابقى قولوا لي لمّا الشير يتقفل. ها، صحراء إيه اللي قدّامك دي؟ صحراء ربع الخالي. ربع الخالي. دي ما فيهاش سكان نهائي بقى، ما فيهاش ميزة، لا في الربع الخالي. معادن ولا في بترول وجفاف شديد. حتى هنا الصحاري دي اسمها بحر رمال، الإنسان ما يقدرش يمشي فيها تبلعه لأنها ناعمة جدًا. وبرضه عندنا هنا في مصر برضه صحراء بين مصر وبين ليبيا اسمها برضه بحر الرمال العظيم، بحر الرمال ده العظيم. ما حدش عايش فيه خالص، الرمال ناعمة جدًا لدرجة الإنسان ممكن تبتلعه. أمّا الصحراء الكبرى برضه الكثافة قليلة ليه أو نادرة بسبب إن الجو صعب جدًا وما فيش موارد وما فيش خدمات وما فيش مواصلات، فعشان كده الصحرا ما فيهاش إيه،
سكان. خلاص. البدو كانوا زي ما انا عايشين في الصحراء، وكانوا بيمارسوا حرفة ايه يا جماعة؟ ايه البدو زمان الرعي. الرعي وايه طبعا، والتنقل بحثا عن الماء، طبعا المياه الجوفية. تعالوا نشوف خصائص السكان. قلنا عندنا تركيب عمري وتركيب نوعي. يعني ايه تركيب عمري يا آدم؟ آدم، ماشي. يعني ايه تركيب عمري؟ فئة صغار السن اللي هم أقل من 15 سنة. تمام. يبقى التركيب العمري ان انا بقسم السكان الى فئات عمريه. صغار السن صح، اقل من 15 سنه. طيب اللي هو انتوا كده تعتبروا في فئه صغار السن. طيب الفئه الثانيه يا حمزه؟ فئة الشباب ومن اللي هي اسمها 15 قوه العمل. اسمها ايه؟ قوة العمل. دول من كام قوة لكام في العمل السن؟ من 15 ل64 عام. صح. الفئه الثالثه بقى ايه يا حمزه؟ كبار السن. دول اللي بيزيدوا عن 65 سنه. يبقى ده اسمه التركيب العمري. بقسم السكان فئات عمريه، 3 فئات. في بقى حاجه كمان اسمه التركيب النوعي. يعني ايه تركيب نوعي يا ادم؟ ماشي. التركيب النوعي عباره عن ايه؟ بقسم اللي السكان هو حسب ايه؟ فئة الذكور وفئة الإناث. برافو عليك. طيب نسبة الإناث للذكور كام يا آدم يا حمزة في الوطن العربي؟ الإناث كام في المية يا حمزة؟ الشير مفتوح صح؟ الإناث كام في المية؟ 48.6 من 10%. والذكور كام يا مازن؟ 51 و4%. ب4 من و4%. 10%. دول ايه؟ يبقى كده الذكور اكتر. وبقول لك الهرم السكاني هتلاقي دايما الاناث باللون الوردي والذكور باللون الازرق. تعرف كده. وايه السبب بقى ان الذكور اكتر في الوطن العربي؟ تفتكروا ليه؟ يا ادم، بس ليه الذكور اكتر 51 و4 من 10%؟ ليه؟ عشان الناس دول اللي هم يعني بيبحثوا عن شغل. انت لا، انت قربت من يعني الاجابه. ليه يا حمزه؟ يعني دول اللي بيبنوا المنازل. بيجيبوهم منين بقى؟ مم. ازاي؟ بيجوا منين؟ اللي بيبنوا بلاد في بره. المصنع وبيشتغلوا في ابار البترول بيجيبوهم منين؟ من بلاد بره، من باكستان يبقى والهند. يبقى اسمها العماله الوافده. انت بتجيب عماله وافده من بره عشان انت الايدي العامله عندك قليله، فدي بتزود عدد سكان الذكور في الوطن العربي. ما الاجمالي لما اجمع السكان بجمع كل اللي عندي، سواء من بلدي او جاي عندي ضيف ومهاجر. يبقى السبب في ارتفاع نسبة الذكور العمالة الوافدة من الخارج. خلاص. هنا بقى بيقول لك ما النتائج مترتبة على اعتماد دول الخليج على العمالة الوافدة بالنسبة للتركيب النوعي. قلنا هتزيد نسبة ايه يا جماعة؟ بتزيد نسبة ايه يا الذكور حبايبي عن حمزة؟ بتزيد نسبة الذكور عن الإناث. الذكور، ايوه. لان كل اللي بيجي يشتغل ذكور. ده او الاغلبية. لان انت عايز ناس تشتغل في مناطق استخراج البترول في وسط الصحراء، عايز ناس تزرع الارض، عايز ناس تشتغل في المصانع، دي كلها عايزه رجاله صح. فعشان كده بترتفع نسبه الذكور. الخصائص التعليميه قلت لك في دول بتهتم جدا بالتعليم. زي مين يا مازن؟ قدامك اهو. الدول اللي بترتفع نسبه التعليم يا مازن مين؟ مثل الأردن ومصر الأردن ومصر والإمارات. برافو عليك. والدول اللي التعليم فيها نسبته منخفضه مين يا مازن؟ مازن. قول. الصومال. برافو عليك. وطبعا عندنا دول كتيره فيها بترتفع نسبه الاميه، ان هو الناس اللي مش متعلمين ما بيعرفوش يقراوا ويكتبوا. بسبب ايه بقى؟ ها يا حمزه؟ ايه اللي خلى بعض الدول فيها برضو المعدل الاميه مرتفع؟ ليه؟ زي مين او ايه السبب؟ بسبب انتشار الفقر والحروب والصراعات. برافو عليك. زي الصومال وزي اليمن، دي فيها حروب، فتلاقي الناس ما بيروحوش يتعلموا، المدارس اصلا مقفوله.
يبقى إذا دي إيه؟ خصائص تعليمية. الخصائص الصحية بقى، مين عارف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي يا حمزة. حمزة أخرت ليه النهاردة يا حمزة على ما دخلت؟ اصل انا ما كنتش ماسك الموبايل. حبيبي خلي بالك من المواعيد، وابقى اعمل للموبايل اظبطه. أول ما يرن الموبايل تعرف إن عندك حصة، أوكي؟ احنا عامة اصل انت يا بنراجع مس في درس المرة اللي فاتت لسه عامة. ايوه، اصل انت كنت قايله المره اللي فاتت ان احنا هنخش يوم الثلاث تقريبا. لا انتوا سبت واتنين، اختك هي اللي التلات. اه. دي ما هي اللي سبت وتلات، انت سنة 6 سبت واتنين. يلا ماشي. واحنا بنراجع لسه في الدرس اللي فات، ما قلناش الجديد لسه. ماشي. نقول بقى الخصائص الصحية. قلنا في دول بيقل فيها عدد الوفيات بسبب ايه بقى؟ ليه في دول الوفيات قليلة يا حمزة ليه؟ آه بسبب الرعايه الطبيه. ايوه في خدمات صحية، في بيعالجوا الامراض، بيدوا الاطفال امصال، فعشان كده ايه الوفيات قليلة. زي دول ايه كده يا حمزة؟ زي مصر والامارات. ها. والسعوديه. والسعودية. نحفظ الدول على فكرة. يبقى مصر والامارات هنا مشتركة في ارتفاع نسبة التعليم والرعاية الصحية على فكرة. بس في الخصائص التعليمية تدخل مع مصر والامارات والاردن، وفي الخصائص الصحية تدخل السعودية مع مصر والامارات. خلاص. طيب دول بقى بترتفع فيها نسبة الوفيات زي مين يا آدم؟ السودان آدم. والصومال. أيوة صح. إيه السبب يا حمزة يا لهيبي؟ بسبب ضعف الرعاية الصحية. أيوة مفيش اهتمام، مش ما عندهمش مستشفيات زي كتير زي عندنا كده. دي الخصائص الصحية والتعليمية. كده فهمتوا؟ تعالوا نشوف بقى التحديات. قلت إيه بقى المشاكل اللي يعني بتيجي نتيجة الزيادة المستمرة في النمو السكاني ده. ها يا لهيبي، قول التحديات اللي بتواجه الوطن العربي بسبب الزيادة السريعة في السكان. قلنا 4 حاجات. البطالة ونقص الغذاء والضعف على الخدمات. برافو عليك صح. وقلت أحل مشكلة البطالة إزاي يا مازن؟ البطالة توفير فرص عمل. ايوه اوفر فرص عمل، افتح مصانع جديده، اعمل مناطق صناعيه، استصلح ارض جديده. كل ده هي هيتحل المشكله. هناخد حاجه جديده بقى النهارده. كده فهمتوا الدرس اللي فات كويس جدا. تعالوا بقى نشوف درس جديد، الصناعه والتكنولوجيا بقى. هنتكلم عن الصناعه بقى. الدروس دي كلها بقى عشان تزود فرص العمل وتقلل البطاله وتحل مشكله الزياده الكبيره في السكان. طيب يعني ايه الصناعه يا حبايبي؟ يعني ايه الصناعه؟ ان انا احول الماده الخام الى منتجات تلبي احتياجاتي. ازاي؟ ينفع اجيب القصب واحلي بيه الشاي؟ ده جنون. بس يبقى لازم احوله الى سكر عشان استخدمه واحلي الشاي او اعمل الحلويات. ينفع اجيب القطن من الارض البسه؟ ولا انزل جوه كيس القطن بقى عشان اتغطى والبس ملابس؟ ينفع؟ ما ينفعش. يبقى لازم احول القطن الماده الخام دي الى خيوط، وبعد كده اعمله قماش واصبغه وافصله والبسه. صح؟ يبقى الصناعه انك تحول الماده الخام الى منتجات تلبي احتياجات الانسان. الاقي حاجه البسها، والاقي حاجه احلي بيها السكر، الاقي بسكوت افطر بيه، الاقي لحمه مفرومه اعمل بيها اللي انا عايزاه، الاقي همبرجر، الاقي لانشون. يبقى انا كده حولته الى صوره انا بستخدمها. هو ده معنى كلمه الصناعه. لان ما ينفعش استخدم الماده الخام كده مباشره. انا بقى عايز اعمل مصنع. تفتكروا؟ بصوا الاول هنقول مع بعض كده. انا واحده دلوقتي معايا فلوس واقول لك تعالى نعمل مصنع. اول حاجه عشان يبقى عندي مصنع لازم يبقى عندي ايه متوفر؟ راس مال. فلوس. امال انا هبني المصنع ازاي وادفع اجره العمال واجيب مواد خام وادفع الكهرباء؟ لازم يبقى معايا راس مال. صح. ايه كمان لازم يكون عندي؟ وسائل مواصلات. ايوه. امال هجيب المواد الخام ازاي وانقلها للمصنع؟ واخد المنتج اوديه الاسواق ازاي؟ واخد العمال اجيبهم للمصنع؟ والأعمدة والأسوار. كل ده عايز مواصلات. كويس. وايه تاني؟ محتاجه ايه تاني؟
الأيدي العاملة والأسواق. عايزة أيدي عاملة تشتغل في المصنع، أمال مين اللي هيقف قدام المكن؟ يبقى وعايزة مواصلات تنقل، صح؟ عايزة إيه كمان؟ في حاجات تانية مهمة جدا أنتوا ما قلتوهاش. إيه اللي هصنعه في المصنع يا الأصوات. جماعة؟ هصنع في المصنع إيه؟ يبقى لازمني إيه؟ ها؟ المواد الخام. هصنع إيه؟ هصنع شيبسي يبقى عايزة بطاطس. هصنع كاتشب وصلصة يبقى عايزة طماطم. عايزة أعمل منسوجات والموقع يبقى يعني. لازم قطن. يبقى إذا المواد الخام لازمة عشان أفتح المصنع. لازمني مصادر الطاقة اللي هشغل بيها المصنع. هنور المصنع بإيه؟ والمكن هيشتغل بإيه؟ يبقى دي بقى مقاومات الصناعة على بعضها بقى. هنقسمها بقى يا جماعة لمقاومات طبيعية ومقاومات بشرية. هنقسمها إلى إيه؟ مقاومات طبيعية ومقاومات بشرية. الطبيعية طبعا الموقع مهم جدا في الصناعة، المواد الخام اللي هصنعها، مصادر الطاقة اللي هشغل بيها المصنع. وعلى فكرة المواد الخام دي تدخل فيها بقى مواد خام نباتية زي القطن وزي القصب وزي الطماطم والبطاطس. تدخل فيها مواد خام حيوانية زي اللحمة وزي الألبان والجلود. تدخل فيها مواد خام معدنية زي الحديد والمنجنيز. كل دي تبقى مواد خام. مصادر الطاقة تدخل فيها بقى إذا كان بترول ولا كهرباء ولا غاز طبيعي. دي العوامل الإيه؟ المقاومات الإيه؟ الطبيعية. المقاومات بقى البشرية اللي هم قدامكم دول: الأيدي العاملة، رؤوس الأموال، وسائل النقل والمواصلات والأسواق. ينفع عندي مصنع والمنتج ما بيعوش؟ ينفع؟ ينفع أنتج واركن في المصنع وما بيعش؟ ينفع؟ ردوا عليا. لا. يبقى لازم أبيع، يبقى في سوق. لازم أبيع عشان خاطر النهارده أنا أنتجت كمية أطرحها في السوق تتباع، آخد الفلوس أجيب مدخل تاني وأصنع تاني. يبقى السوق مهم جدا. والمواصلات مهمة عشان أنقل العمال للمصنع وأنقل المواد الخام وأنقل المنتج إلى المناطق التصدير والأسواق. والفلوس مهمة عشان أشتري بقى الأرض وأبني المباني وأدفع الكهرباء وأجرة العمال وأشتري مواد خام، رأس المال. والأيدي العاملة طبعا مهمة جدا لأنها تدخل في المصنع، سواء مهندس هيبني أو مهندس هيصلح المكن أو عامل هيقف قدام المكن. يبقى دي اسمها مقاومات إيه؟ بشرية. قول لي بقى تاني يا حمزة يا بتاع أكتوبر، إيه لا المقاومات الطبيعية؟ المواد الخام أيوه، المواد الخام. حاجات الطبيعية اللي ربنا خلقها. أيوة. ها؟ المواد الخام. ها، 3 هم قدامك هم. وإيه تاني؟ قول يا حمزة. ألو. قول يا بابا. قلت المواد الخام، في 2 تاني في المقاومات أيوة، الطبيعية. الموقع والموارد الخام ومصادر الطاقة. برافو عليك. يلا يا آدم قول لي 2 من المقاومات البشرية يا آدم. آدم. طب قول يا مازن. آدم فين؟ آدم خرج ولا إيه؟ آدم شكله خرج. بس قول يا السؤال. مازن. مازن قول لي المقاومات السؤال البشرية. مثل البشرية للسوق، أيوه صح. وإيه كمان؟ وسائل النقل والمواصلات، صح. قول يا لهيب 2 تاني. ورؤوس المال، كمل يا الأيدي لهيبي. العاملة. طب قولهم يا لهيبي تاني. المقاومات مصادر الطاقة. لا أنا الأيادي عايزة العاملة. البشرية. الأيادي العاملة ورؤوس الأموال ووسائل النقل والمواصلات والأسواق. برافو عليك. دول المقومات عشان اعمل مصنع. احنا في مصر الحمد لله عندنا كل الحاجات دي، ما عدا حاجه واحده هي اللي قليله. تفتكروا ايه؟ عندنا حاجه واحده بس قليله. تفتكروا ايه في دول كلهم مش موجود في مصر؟ ها؟ مين يقدر يستخلص لي كده مصر ايه اللي بينقصها عشان تبقى دوله صناعيه عظمى؟ ها؟ ها؟ مين ايه اللي ناقص في مصر؟ عارف يا حمزه؟ لهيبي. مازن.
البتر زيادة الأيدي العاملة. لا إيه، ما هي مصر ما فيهاش أيدي عاملة؟ لا احنا ده بلدنا ما شاء فيها. الله. أنا بعيب والله. عايزة حاجة تكون مش متوفرة في مصر بكثرة. ها يا لهيبي عارف؟ مش لهيبي حمزة. نعم. الأسواق. لا ده السكان دي كلها ما تشتريش. كل ما السكان كتير يبقى ده سوق كبير. رؤوس الأموال يا جماعة هي اللي قليلة في مصر. وعشان كده دايما بنطلب إن الدول العربية تيجي تستثمر فلوسها عندنا في مصر. هي دي اللي قليلة عندنا رؤوس الأموال، بس بنتغلب عليها بإننا بنسمح للعرب يجيبوا أموالهم ويجوا يعملوا عندنا مشاريع، إحنا نستفيد وهم يستفيدوا. طيب تعالوا نشوف أنواع الصناعات. خلي بالكم من حتة أنواع الصناعات دي. في صناعات استخراجية اللي هي بتستخرج المعادن ومصادر الطاقة من باطن الأرض. تستخرج بترول يبقى اسمها صناعة استخراجية. تستخرج غاز طبيعي فوسفات حديد ده اسمها صناعة استخراجية. يبقى ما المقصود بالصناعة الاستخراجية يا حمزة؟ حمزة يعني ايه صناعة استخراجية يا حمزة؟ صناعة استخراجية اه. استخراج البترول والغاز الطبيعي والمعادن منين؟ من باطن من باطن الأرض. دي اسمها استخراجية. طيب في عندنا بقى صناعة تحويلية اللي هي بقى بتحول المادة من صورة لصورة جديدة. بنحول القطن إلى منسوجات، نحول القصب السكر إلى وملابس سكر، أحول البطاطس إلى شيبسي. وملح. فهمت؟ دي اسمها يبقى دي بقى بتعتمد على تحويل المواد الخام إلى منتجات جديدة زي الصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج. كل الصناعات الغذائية تحويلية. السكر القصب لسكر، البنجر لسكر. ده أنا كده والله يا عم طامر. خلاص دي اسمها صناعات ايه يا جماعة؟ تحويلية. قولها تاني يا مازن، يعني ايه صناعات تحويلية يا مازن؟ تربط. يعني ايه ثانية واحدة صناعة يا مس. تحويلية يا مازن؟ ثانية واحدة يا مس بس. تربط مش مباشرة بحياة المواطن واحتياجاته اليومية مثل صناعة الملابس والأغذية. صح، المواد الغذائية. كل اللي بتاكله انت متصنع. تحويلية. بيحول لك اللحمة إلى بسطرمة، بيحول لك اللحمة إلى لانشون، بيحول لك البطاطس لشيبسي، بيحول لك الطماطم لكاتشب. ما هي دي صناعات تحويلية. فهمتوا؟ طيب في بقى حاجة اسمها صناعات استهلاكية بقى. يعني ايه صناعات استهلاكية؟ دي بترتبط مباشرة بحياة احتياجاته زي صناعة الايه؟ الملابس والأغذية والأساس والأدوات المنزلية. دي اسمها استهلاكية. بتستهلكها وبتخلص. دي استهلاكية. اسمها ايه؟ استهلاكية. قولها تاني يا حمزة، يعني ايه صناعة استهلاكية يا حمزة؟ حمزة قول يا آدم. آدم بقى لي ما سمعتش، انت طلعت ليه يا آدم؟ النت عندك ضعيف؟ أنا مش اه. المطلق. النت عندك ضعيف ولا ايه؟ المطلق. طب قول لي صناعة استهلاكية يعني ايه يا آدم؟ صناعة استهلاكية مباشرة بحياة الوطن المواطن واحتياجاته اليومية مثل صناعة الملابس الأغذية. والأغذية والأساس والأدوات المنزلية. دي اسمها استهلاكية. طيب نيجي بقى الصناعات الحديثة التكنولوجية بقى. دي ترتبط بالتطور العلمي والتكنولوجي زي صناعة الإلكترونيات والسيارات. دي اسمها ايه؟ صناعات حديثة أو التكنولوجية. قولهم تاني يا حمزة يا لهيبي. يعني ايه صناعات حديثة تكنولوجية؟ تربط بالتطور العلمي والتكنولوجي مثل صناعة الإلكترونيات والسيارات. بصوا هنا دي بقى بتبقى شغالة بالكمبيوتر. الإلكترونيات دي ممكن في مصنع ما تلاقيش فيه عمال كتير، كله شغال بالكمبيوتر. دي تكنولوجيا اهو. الالكترونيات صناعه الكمبيوتر وصناعه التلفزيونات دي برضو ما فيش ايدي عامله، الكمبيوتر هو اللي شغال. يبقى دول 4 انواع الصناعات اللي عندنا المفروض في الوطن العربي.
لازم كل مفهوم نحفظه كويس وما نلخبطش بين التحويلية والاستهلاكية. ليه؟ التحويلية بتحول المواد من صورة لصورة أخرى جديدة، زي المواد الغذائية والغزل والنسيج. أما الاستهلاكية بقى دي مرتبطة بحياة الإنسان ويدخل فيها كمان مع الاتنين دول اللي هما الغذائية والغزل والنسيج، الأثاث مجنونة. والأدوات المنزلية. فهمتوا؟ الاستخراجية سهلة جدا. بستخرج منين يا مازن؟ بتكلم مين يا مازن؟ بكلم ملك اختي يا مس، طيب قاعدة تدوس في البتاع، كنت بجيب حاجة. طيب يبقى الاستخراجية بتستخرج ايه يا مازن؟ الاستخراجية الاستخراجات البترول ايوه والغاز صح، الطبيعي والفوسفات والحديد. برافو عليك. طيب التكنولوجية يا حمزة يا محمد؟ حديد فوسفات نحاس ذهب منجنيز. حمزة محمد. حديد فوسفات نحاس ذهب حمزة لهيبي، منجنيز. قول يا لهيبي. والكبريت. التكنولوجية يا لهيبي. التكنولوجي لصناعة الإلكترونيات والسيارات. برافو عليك. هنا بقى بيقول لك قارن بين الصناعات الاستخراجية والتحوية. التحوية من حيث الأهمية وذكر نوع. هنعمل جدول، هنكتب الصناعات الاستخراجية في خانة والصناعات التحويلية في خانة. طيب نيجي بقى في الصناعات الاستخراجية. قول يا آدم يعني ايه صناعات استخراجية يا آدم؟ أنا مس قول. استخراج المعادن ومصادر الطاقة من باطن الأرض، مثل استخراج البترول والغاز الطبيعي والفوسفات والحديد. برافو عليك. يلا يا حمزة، يعني ايه صناعات تحويلية يا حمزة؟ ما المقصود؟ قول المعنى بتاعها. الصناعات التحويلية تحويل المعادن، تحويل المعادن أو المواد الخام إلى منتجات جديدة. زي صناعات ايه؟ ما تقولش المعادن زي بقى، خليك في الصناعات الغذائية وصناعات الغزل والنسيج. الصناعات الغذائية وصناعة النسيج برافو وصناعة عليك. يلا يا مازن ادي لي مثال للصناعات الاستخراجية يا مازن. الاستخراجية ها، اللي بتستخرج ايه؟ ايه انا يا مس. بيستخرجوا ايه في الاستخراجية؟ بيستخرجوا ايه؟ يا مس هي يا ابني هي. يفقنوا. بيستخرجوا ايه؟ قلت يا مس مع البترول والغاز ايوه الطبيعي والفوسفات برافو. والحديد. والتحويلية زي ايه يا حمزة؟ حمزة لهيبي ادي لي مثال للصناعات التحويلية. صناعة ايه؟ صناعات الأغذية وصناعة الغزل والنسيج. برافو عليك. طيب يلا يا آدم، هنقارن بين الاستهلاكية والحديثة. يعني ايه استهلاكية يا آدم؟ مس يعني ايه صناعات استهلاكية؟ وسائل مهارات المواطن واحتياجاته اليومية، مثل صناعة الملابس والأغذية والأدوات المنزلية. يعني ايه استهلاكية يا جماعة؟ انا دايما اشتري اكل واستهلكه، صح؟ انا دايما لازم اجيب لبس جديد لان اللبس القديم بيبوظ، صح؟ عشان كده اسمها استهلاكية. طيب الصناعات الحديثة يا لهيبي؟ الصناعات الحديثة تربط بالتطور العلمي والتكنولوجي، صناعة الإلكترونيات والسيارات. تمام كده، فهمتوا الصناعات كويس جدا وانواعها. نشوف نقطة جديدة بقى. تعالوا بقى نشوف الصناعات الرئيسية في الوطن العربي بقى. دي بقى الصناعات اللي موجودة ومنتشرة في الوطن العربي. طبعا صناعة تكرير البترول والغاز طبعا، وده مصدر رئيسي للدخل لدول السعودية والكويت ودول الخليج. ودي صناعات بتجيب فلوس كتير جدا على فكرة. يعني ايه تكرير البترول يا جماعة؟ طب عشان هو قايل لك هنا صناعة تكرير. يعني ايه تكرير البترول؟ يعني ايه؟ ها، يعني ايه خدتوا التكرير البترول في العلوم ولا لا؟ او في الساينس؟
ما خدتوهاش. نو لا بص، التكرير ده انك بتجيب البترول المادة الخام دي وتحطه في افران معينة عند درجة حرارة معينة، بينفصل غاز البوتاجاز يجمعوه لوحده في انابيب. الحرارة ترتفع ينفصل البنزين يجمعوه في مكان لوحده. الحرارة تزيد ينفصل الكيروسين. وبعد كده الحرارة ترتفع ينفصل السولار. اخر حاجة بتتبقى بقى المازوت والقار اللي هو بيسفلتوا بيه الطريق ده اسمه مشتقات البترول. ما ايه؟ مشتقات. ما ينفعش انت تستخدم البترول كده مادة خام، لازم تحوله الى مواد سائلة مختلفة عشان تعرف تستخدمه. ده اسمه تكرير البترول. عرفته؟ طبعا الصناعات الغذائية مهمة جدا عشان دي ايه؟ بتوفر احتياجات السكان وتحقق الامن الغذائي. انا بحتاج صلصة، بحتاج سكر، بحتاج مربى، بحتاج سمن، بحتاج ملح، بحتاج تونة، بحتاج مثلا غذاء محفوظ، خضروات محفوظة، عصير. كل دي اسمها صناعات غذائية. يبقى مهمة ليه يا حمزة يا محمد؟ ليه الصناعات الغذائية مهمة؟ الصناعات الغذائية مهمة عشان بتوفر احتياجات السكان وتحقيق الأمن الغذائي. للوطن العربي. مظبوط. يبقى هي دي أهمية إيه، أو بما تفسر أن الصناعات الغذائية من أهم الصناعات. في عندنا بقى صناعة الغزل والنسيج. إحنا مصر بتشتهر على فكرة بصناعة الغزل والنسيج على فكرة، والمنتجات بتاعتنا ليها حقيقة. بيطلبوها في العالم. ودي بتعتمد على القطن والكتان والألياف النباتية. بسم الله ما شاء الله، القطن اللهم والكتان بارك. والألياف النباتية احنا مشهورين بيهم. طب عندنا بقى بس صناعة الحديد أشهر والصلب. حاجة عندنا يمس القمح والقطن. لا، ما عندنا قطن طبعا. ما هو القطن ده بيتعمل منسوجات، والمنتجات بتاعتنا ما بتطلب في الأسواق العالمية منتجات جل. عشان كده اما تجيب طقم داخلي جل بتلاقيه غالي لأنه جودته عالية، وبنصدره على فكرة. كل الدول بتحب تستورد مننا الملابس القطنية. عندنا صناعة الحديد والصلب للأسمنت، وطبعا دي أساس المشروعات البناء والتعمير والتوسع العمراني. أنا ينفع أبني من غير حديد وأسمنت؟ ما ينفعش. عشان كده صناعة الحديد والصلب والأسمنت دي مهمة جدا، عشان دول اللي بنبني ونعمر بيهم ونوسع المدن. دي أهم الصناعات في الوطن العربي. كده صعب؟ في حاجة صعبة كده؟ تعالوا بقى نشوف مناطق تركز الصناعة في الوطن العربي بقى. الصناعة متركزة فين؟ في شمال أفريقيا وفي الخليج العربي وفي بلاد الشام. دي أهم المناطق الصناعية في الوطن العربي. طيب مناطق شمال أفريقيا طبعا تضم مصر والجزائر والمغرب. أهو بص هنا دي رموز على فكرة في الخريطة، مديك لكل صناعة رمز. صناعة الغزل والنسيج مديلك دايرة حمراء اهي. الغذائية عامل نجمة. البترولية عامل ايه؟ زي شعلة كده أو دايرة فيها نقطة بيضة. صح؟ شوف صناعة الغزل والنسيج فين؟ شايف المغرب، الجزائر فيها نقطة، مصر فيها، الأردن وسوريا فيها. يبقى دول المناطق اللي فيها صناعة الغزل والنسيج. طب تعال نشوف الغذائية على فكرة منتشرة في الوطن العربي كله على فكرة، اللي هي النجمة السوداء دي. المغرب فيها، الجزائر فيها، مصر فيها، الأردن فيها، سوريا فيها. دي أهم مناطق الصناعات الغذائية. يبقى عندنا كده. طب تعال البترولية بقى. الصناعات البترولية بقى اللي هي إيه؟ قلت لك دايرة سوداء جواها زي شعاع كده. شايفين؟ الجزائر طبعا والمغرب فيهم، مصر فيهم على فكرة، السعودية طبعا فيها، في الغرب وفي الشرق، الكويت فيها، الإمارات فيها. كل دي صناعات بترولية. يبقى ده ايه المناطق. نشوف بقى كل منطقة ونركز فيها. شمال افريقيا طبعا اللي هي مصر وتونس والجزائر والمغرب، دي فيها صناعة غذائية وغزل ونسيج وبترولية. الخليج اللي هي الامارات والسعودية، دول بقى فيهم بتشتغل بصناعات ايه بس فقط؟ ها، من خلال الخريطة صناعة ايه دي اللي في دول الخليج يا جماعة؟ السعودية والامارات والبحرين. ها يا حمزة، الرمز اهو، الدايرة دي اللي جواها شعاع ابيض ده صناعات ايه؟ بترولية. البترولية والبتروكيماوية. ايوه، دي متركزه في دول الخليج لان هم دول بينتجوا بترول، فبيكرروه عشان يبيعوه غالي.
طيب عندنا بعد كده منطقة بلاد الشام، سوريا والأردن، ودي برضو فيها صناعات غذائية وغزل ونسيج. يبقى اللي فيهم الثلاث أنواع مين؟ في منطقة فيها الثلاث أنواع، اللي هي منطقة إيه؟ الجزائر. اللي هي شمال أفريقيا بقى، مصر والجزائر والمغرب. وفي منطقة فيها صناعة واحدة بس، اللي هي منطقة إيه؟ ها؟ السعودية. اللي هي قطر والبحرين. صناعات إيه قلت؟ بترولية. بترولية وبتروكيميائية. أما بقى اللي فيها منسوجات وغذائية قلت مين؟ الأردن وسوريا. أيوة، اللي هي سوريا بلاد الشام، الأردن وسوريا. ولبنان. سوريا والأردن. لا، سوريا والأردن. لبنان ما فيهاش صناعة جامدة، لأن لبنان أصلا مساحتها صغيرة وبتعتمد على السياحة، فالصناعات أكتر في سوريا والأردن. يبقى دي صناعات في الوطن العربي. كده كده تمام. أوكي. اوكي. طيب ليه بقى الصناعات كده مختلفة؟ تفتكروا إيه اللي خلى الخليج صناعات بتروكيماوية وبترولية، وليه سوريا والأردن بس غذائية ومنسوجات؟ ليه تفتكروا ليه؟ علشان ليسهل ليسهل تسديد المواد الخام. لأن بلاد الخليج متوفر فيها البترول، فسهل يعملوا صناعات بترولية. سوريا والأردن متوفر عندهم انتوا عارفين احنا في رمضان مش بنجيب الزبيب وبنجيب قمر الدين وبنجيب البلح المجفف اللي بنعمله يميش؟ عارفين كله ده بنجيبه منين؟ الفواكه الجافة دي بنجيبها من سوريا. سوريا من ضمن الدول اللي بتنتج فواكه جافة اللي بنعمل بيها يميش رمضان. عندها تين بنجيب المجفف، القراصية، الزبيب. فعشان كده هي عندها فواكه كتير، فسهل انك تعمل لك صناعات غذائية. مصر بقى والجزائر والمغرب عندها متوفر بقى كل الخامات، سواء بترول، سواء مواد غذائية، سواء قطن وألياف. يبقى المواد الخام هي اللي بتكون ايه؟ طالما متوفرة في المكان، افضل انها تتصنع في نفس المكان. فهمتوا بقى ليه الصناعات بتختلف من مكان لمكان حسب وفرة المواد الخام؟ خلاص. تمام. طيب طب ليه بقى بيعملوا نقدر المناطق نشغل الصناعية وريجي بالقرب بقى. من مصادر الطاقة والمواني يا جماعة؟ ليه؟ ايه السبب؟ ايه السبب؟ يا ميس. عشان السؤال. بقول لكم ليه دايما يعملوا المصانع بالقرب من مناطق انتاج الطاقة والمواني والطرق. ليه؟ علشان المصانع ما تفصلش وهي بتشتغل. لا، وعشان يسهل نقل المواد الخام والمنتجات وتقليل التكلفة. لان انا لو جبت منتج وكلفته كتير هبيعه غالي. لو جبت منتج وكلفته كتير هبيعه غالي. لكن لو قللت التكلفة السعر هيقل. صح؟ اه. يبقى عشان كده بيقول لك دايما المصانع يعملوا. انا مثلا مصر عامله منطقه صناعيه عند السويس. ليه؟ عشان هي جنب البحر الاحمر، سهل بقى تجيب مواد خام وتصدر منتج. فهمتوا ليه بيعملوا المناطق الصناعيه بالقرب من مصادر الطاقه والمواني؟ عشان لسهل نقل المنتج والمواد الخام، وتقليل كمان، وكمان سهل انك تنتج المنتج وتنقله وتقلل التكلفه. عرفتوا النقطه دي كويس؟ عندنا مصر عملت مراكز صناعيه يا جماعه. في مكان اسمه مجمع الجلاله، ده بيصنعوا فيه رخام. وفي مجمع الحديد والصلب ده في حلوان. يبقى عندنا في مصر منطقتين: مجمع الجلاله عشان ينتجوا منه ايه؟ رخام. يو بروبو. رخام. ومجمع الحديد والصلب في حلوان عشان ينتجوا حديد وصلب. كمان السعوديه عندها مدينتين، مدينه اسمها جبيل وينبع. حمزه يا مازن ركز معايا. السعوديه فيها منكز مدينه والله يا ال- ميس. الجبيل الجبيل وينبع. دول مراكز كبيرة اه. جدا في الصناعات البتروكيميائية. كده كده فهمتوا الجزء ده؟ طب الصناعة بقى مهمة لينا ليه بقى؟ هنشوف بقى الصناعة مهمة ليه. قولوا لي الصناعة مهمة ليه يا جماعة؟ أنا إيه بستفيده من الصناعة؟
ها، اللبس اللي احنا لابسينه ده ايه؟ مش متصنع؟ توفير احتياجات السكان مختلفة من المنتجات كمل يا آدم. وتساهم في تحسين مستوى المعيشة من خلال توفير فرص عمل للشباب وزيادة الدخل القومي. ايوه، ادي اهميه الصناعه، بتوفر لي اللبس وبتوفر لي السياره والثلاجه، بتوفر لي الاكل المحفوظ، والفريزر العصير، ما كل ده متصنع. زائد حتى انها الفريزر مصنع. المصنع بياخد ايدي عامله كتير، يبقى بتساهم في تشغيل الايدي العامله. وعلى فكره بس بيجيبوا تلوث ولاد اللذينة. طب معلش، ما احنا بقى ممكن نتجه للطاقه النظيفه بقى ونحل مشكله التلوث. طب ما انا عندي فكرة يا مس، لما البتاع بيطلع هوا نجيب كيسة ونحط عشان ما تطلعش هوا ملوث، صح؟ لا، ما هم في حاجه اسمها فلتر فعلا بيتركب في المصانع، صح، بيركبوه في المداخن عشان يحجز الكربون ويمنعه وينظف الهواء اللي طالع. ما هو في حاجه ده اسمها انا لما فلاتر. اشوف غاز ثاني اكسيد الكربون ده اديها لمين؟ زائد زياده الدخل طبعا، لما بنصدر المنتجات الصناعيه بنكسب كتير. نحفظ الثلاثه دول، قولهم تاني يا حمزه يا لهيبي. اهميه الصناعه يا حمزه. توفر احتياجات السكان انت عندك برد يا ابني، حلي صوتك. اسكت يا مازن. ها، قول يا تساهم حمزه. في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل القومي. قولهم تاني يا حمزه. وانا قلبي جايب لي شراب. شكلك هتتعاقب يا مازن وهتطلع من الحصه دلوقتي. قول يا حمزه. طب ولا يعني اهميه باين؟ الصناعه يا حمزه. توفير احتياجات السكان المختلفة من المنتجات، زيادة الدخل القومي، تساهم في تحسين مستوى المعيشة. وده عن طريق ايه يا مازن؟ بتوفر ايه؟ فرص عمل. ايوه، للشباب. يبقى انا لما اقول لك قول لي مقترحات عشان اقضي على البطاله، تقول لي ايه يا مازن بقى؟ توفير فرص عمل. ايوه، واقامه مصانع جديده ومناطق صناعيه، وزيادة الدخل لانها هتشغل القومي. شباب كتير. طيب تعالوا بقى مس نشوف وانت التحديات التعليم يا يعني. مس، وانا ليه ما بدخلش من تليفون ماما؟ عارفه فيروز طلعت ولا لسه من المستشفى؟ لسه يا مس. ربنا يطلعها بالسلامه وسلامتها الف سلام. ما انا عرفت من ماما. الف سلامه على فيروز. طيب تعال نشوف الله التحديات يسلمك. بقى. اول حاجه نقص العماله المدربه. احنا عايزين ناس بقى ويحضر مهندسين متعلمين بقى ومتدربين. ما ينفعش اجيب عامل كده وبس اوقفه قدام المكن المتطور. دي مشكله تانية، ضعف الاستثمارات في البحث العلمي والتكنولوجي. ضعف البنيه التحتيه في بعض الدول ما فيهاش شبكه مواصلات جيده، ما فيهاش وسائل اتصال نت كويس. ما هو ده يعيق الصناعه. كمان عدم القدره على منافسه المنتجات الاجنبيه. احنا عندنا عقده الخواجه. يعني ايه؟ يعني احب اجيب المستورد. طب ما انت تشتري بتاع بلدك، المنتج هيتحسن بعد كده. يبقى دي اسمها ايه؟ التحديات اللي بتواجه الصناعه واللي بتسبب معوقات. قولهم يا مازن. قول التحديات يا مازن. قول التحديات اللي بتواجه الصناعه. التلوث. يا ابني انا بقول التحديات، المشاكل ولا اللي انا قلتها دلوقتي؟ الاربعه اللي قدامك في الصوره. نقص ها، العمالة المدربة على التكنولوجيا الحديثة. وايه كمان؟ ضعف البنية التحتية في بعض الدول. أبا مثل البنية التحتية اللي دي. هي الطرق ومشروعات الميه ومشروعات الكهرباء، دي اسمها بنيه تحتيه. لما اجي اعمل مصنع، مش انا عايزه كهرباء تكون كويسه تجيلي عشان المصنع يشتغل؟ لو ما فيش كهرباء، طب ما المصنع هيقف. لو ما فيش طرق مواصلات جيده توصل تجيب لي المواد الخام او تنقل المنتج، ما انا اخسر. كمل يا ادم بقيه التحديات يا ادم. طب قول له منها. كمل يا ادم. قول واحده يا ادم. قول يا ادم واحده كمان. ضعف الاستثمارات في البحث العلمي والتكنولوجيا. قول واحده يا حمزه يا لهيبي. ضعف البنية التحتية في بعض الدول. قول يا حمزه واحده كمان. ضعف الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا. برافو عليك. قول كمان يا حازم يا حمزه يا محمد. حمزه محمد. تصدير المواد الخام بدلا من واحنا تصنيعها. خلاص قربنا نخلص. ايوه، وليه بنصدر المواد الخام ليه يا حمزه ليه؟ لعدم قدرة بعض الدول العربية على التصنيع. ايوه، هي زي موريتانيا كده بتصدر كل الحديد خام.
لان هي مش قادره تعمل مصانع، ما عندهاش تقدم، ما عندهاش، لان صناعه الحديد والصلب عايزه تقدم وتكنولوجيا، فهي بتصدره خام. فده طبعا بسبب عدم قدرتها على الايه، على زائد عدم القدره على منافسه المنتجات الاجنبيه. ده بالنسبه لموضوع ايه يا جماعه؟ الصناعه. كده اي حاجه مش واضحه دول يتحفظوا. نعم يا حمد، حد مش فاهم حاجه؟ نو 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 نو. نحل بقى شويه اسئله كده بسرعه عشان نطمن. يلا بالدور ادم. بس يلا هو يا ده ادم. الدرس الكام؟ ده الدرس التاني يا مازن. يلا يا حمزة. يلا يا آدم. آدم مش قول لي بقى أكمل. حمزة، مازن، مازن. انا مش اتكلمت عايزة هم اللي هطل. بيتكلموا. طب لا أنت اللي بتتكلم، أنا عارفة صوتك أصلا. يلا يا آدم. إذا مثل أهم مقومات الصناعة في الوطن العربي فيه قول أي اتنين من العوامل اللي يعني بتساعد إيه؟ على قيام الصناعة في الوطن العربي. إيه متوفر؟ في السكر. يبقى المواد الخام. وإيه كمان؟ والمواد الخام وإيه؟ وإيه كمان؟ إحنا قلنا يجي هم 6 ولا 7. المواد الخام والهيئة العاملة ورأس المال أيوه أي اتنين ووسائل منهم، برافو عليك. وسائل النقل والمواصلات صح. والأسواق. وممكن بقى تقسمهم، تقول مقاومات طبيعية ومقاومات بشرية، بطارية. لان هنا بيقول لك تتمثل اهم مقومات الصناعه. بس هو ده كتاب الاضواء ولا السلاح؟ متهيأ سلاح متهيأ. يلا يا حمزه يا لهيبي. 2 يا حمزه. كيس بودرة. احد انواع الصناعه اللي تعتمد على استخراج المواد الخام من باطن الارض اسمها صناعه ايه؟ ها، بنستخرجها تبقى صناعه ايه يا حمزه؟ صناعة استراتيجية لا يا حبيبي، اسمها ليها. استخراجية. ايوه برافو عليك. يلا يا حمزه محمد. تواجه الصناعه في الوطن العربي تحديات كثيره، منها ايه المشاكل اللي بتواجه الصناعه يا حمزه؟ قول لنا واحده من الخمسه اللي قلناهم. آه، آه، الم- آه، ال- ها، المشاكل الإلكترونية والحاجات دي. ضعف التكنولوجيا ممكن. ضعف التكنولوجيا. قلنا كمان ايه كمان؟ قول واحده كمان. اولى احنا ضعف البيئة. لا مش البنيه، البنية البنيه التحتية. التحتيه اللي هي مشروعات الكهرباء والمواصلات والنت والحاجات دي، او عدم القدره على منافسه المنتجات الاجنبيه، نقص العماله المدربه، تصدير المواد الخام، كل دي مشاكل. يلا يا مازن. صح وغلط يا مازن؟ اوكي صح. مظبوط، برافو عليك. يلا يا ادم. ادم ب2 في صح وغلط. تساعد الصناعة تحسين مستوى المعيشة صح. ايوه، لان اللي بياخد مرتب من المصنع بيبقى اكبر من الفلاح، عشان كده مستوى المعيشه بيبقى اعلى. يلا يا حمزه يا لهيبي. مستحسن حاجة ان كلنا ولاد ما فيش بنت. حمزه لهيبي. لا قول تهدف لا صناعه البتروكيماويه لتحقيق الامن الغذائي. البتروكيماويه بتعمل امن غذائي يا حمزه؟ صح ولا غلط؟ غلط. غلط. دي البتروكيماويه عارفين زي ايه؟ زي صناعه الادويه، صناعه معجون السنان، صناعه الصابون، صناعه البوليستر، القماش البوليستر اللي هو المستورد ده. هو دي بقى بتنتج مواد غذائيه. طبعا غلط. مش يلا. وفاة مش وفاة الأدوية علشان انت عايز ايه يا حبيبي؟ خلاص احنا سؤالين وهنقفل يا حمزه. خلاص يا حبيبي. انت تليفونك قرب يفصل. اه وبشحنه يا حمزه قبل قصدك كلمة الحصه. تليفون 94%. يلا يا حمزه. اللي عليه الدور حمزه محمد. اه قول بقى ليه بتنتشر صناعه الغزل والنسيج في مصر والمغرب؟ عشان دول متوفر عندهم ايه؟ المواد الخام. اللي هي ايه؟ المواد الغذائية. لا، الغزل والنسيج يبقى متوفر ايه؟ يبقى متوفر القطن برافو. والكتان أي. والالياف. يبقى هتقول كده لتوفر القطن والكتان والالياف. برافو يلا يا عم مازن. تركز الصناعات في دول الخليج ليه يا مازن؟ ايه؟ ليه متركزه في دول الخليج الصناعات البتروكيميائيه؟ بسبب وجود البترول في ايوه، السعودية. وفروته، فعشان كده بيصنعوه. برافو، عشان الماده الخامسه موجوده. يلا انا يا مش ادم. السؤال السهل ده. يلا يا ادم.
آدم 3 أيوة أمك مفتل. منهج قيام الذكر. بعض الدول الوطن العربي بتصدير المواد الخام يا آدم. ليه بيصدروا؟ ليه موريتانيا بتصدر الحديد خام؟ ليه؟ بسبب وفاته عشان بيزود ضغط الجو. لا هي ما بتصنعش، قلت عشان عدم قدرتها على الصناعة. ما هي لو قادرة تصنع كانت صنعت وكسبت أكتر. دايما المادة لما تصنعها تكسب أكتر. أنا مش فاهم. موريتانيا ما عندهاش تكنولوجيا ومتخلفة وما عندهاش فلوس تعمل مصانع، فمش مش عارفة تصنع. يلا يا حمزة يا محمد، ما النتائج؟ النتائج بترتب على تطور صناعة التكنولوجيا الحديثة يا حمزة. حمزة محمد ولا حمزة مين اللي عليه الدور؟ حمزة الهيبي. قول يا لهيب. ايه النتيجة؟ حمزة. أدى إلى صناعة الإلكترونيات والسيارات. برافو عليك. لو انت عندك الصناعات دي متطورة هننتج كمبيوتر وهننتج تليفون محمول وهننتج الكترونيات وسيارات. يلا يا محمد يا حمد. ضعف الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجي. ها ايه آه، نتيجته؟ قلة المواد ها الخام. لا انت مش ما عندكش فلوس تصرف على البحث العلمي عشان يبتكروا حاجات جديدة ويخترعوا. يبقى ده هيقلل من اقتناعات ايه؟ هيقلل من اقتناعات ايه؟ الالكترونية. مش هي دي اللي قايمة على البحث العلمي؟ هقول لكم على حاجة. التليفونات المحمولة دي مش كل يوم يطلعوا تليفون أحدث؟ ما هو ده عشان بيخترعوا. ده اختراعات دي وبحث علمي. حقيقي. انت ما عندكش بقى، ما بتستثمرش في البحث، يبقى ما يبقاش عندك صناعات إلكترونية. يلا يا مازن، ما المقصود بصناعات البتروكيماوية يا مازن؟ هي بتقوم على ايه؟ مس الصناعات البتروكيماوية بتقوم على مادة خام أساسية اللي هي ايه؟ البترول. ايوه صح. هي صناعة اللي هي بتعتمد على البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لإنتاج مواد تستخدم في صناعات أخرى. هو ده الايه الصناعات البتروكيماوية. نقولها تاني، يعني ايه صناعات بتروكيماوية يا جماعة؟ قول تاني يا مازن. الصناعة تعتمد على اسمعي يا ايه؟ مس. هقول. تعتمد في البترول. بتعتمد على البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لإنتاج مواد تستخدم في صناعات أخرى اسمها بتروكيماوية. يعني صناعة اللي هو تكرير البترول دي صناعة بتروكيماوية. بترونيتو. بتحول البترول إلى سولار وبنزين وكيروسين وغاز بوتاجاز. ما كل دي مشتقات اهي. ده بالنسبة لدرس النهاردة. فهمتوا؟ يس. يتذاكر النهارده دلوقتي ويتحل الواجب وتبعتوا لي مس واجب انا الدرسين. معيش كتاب. هشير لك ده PDF وحل منه. خلاص، او اصور لكم صفحات واحطها لكم على الجروب. ماشي، اتفقنا؟ يلا هبعتلك حبايبي، التسجيل بعد الحصة. واللي عنده كتاب يحل منه ويبعت. يلا، عايزين اي سؤال؟ باي باي. باي باي يا حبايبي، الى اللقاء يا اصدقائي. باي. السلام عليكم. برعاية عليكم الله، السلام. مع الف سلامة.